شغل. ما سامر السالم، نحن بهالمحل من 60 سنة، من الستينات يعني. تورثنا الصنعة من أب وجد. يعني تقريبا المحل الأول بهالأحذية بهالبلد هون، ولهلا هيك والحمد لله. أحذية كلاشات صيفية، يقولوا لها كلاش ديري. مواد طبعا كلها أجنبية، ما في شيء شغل سوري، حتى الخيط يعني كله مستورد، بس تصنيعه هون. إلا الأرضية الوحيدة الاسفنج مواد من برا، مواد الخام وتصنيعها بحلب والشام. والله أول كانت شغالة، يعني هي الشيء الوحيد بالبلد، بس على وجود المعامل التجارية الكذا، البلاستيك النايلون، اختلفت الزباين شوي. طبعا خف الشغل، مو مثل اول، تقريبا واحد المبدأ واحد، هو اختلفت البضاعة بس. من الجلديات قلب على السكايات مثلا. أنا السكاي هو تقليد الجلد او الجلد الصناعي. رجع نزل المشمعات الكذا، نحن ما نشتغل فيها، جلد وتقليد الجلد بس نشتغل. لا كله يدوي، كله يدوي، ما في الا الخياطة ماكينة آلية إجبارية. طبعا اليدوية تكون أريح وصحية هي، بس كمان فيها في صناعي مو تجاري. الصناعي الثقيل كمان كويس يعني، وكمان أسعاره حلوة مثل هاد وأكثر. نحن بالأساس من دير الزور، جدنا مثل ما يقولوا من دير الزور، وخلقنا هون وربينا هون